راهي جات بنت الكوزينة وجابت لكم وصفة هايلة 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 يا البنات، تستاهل فمكم. غير جربوها وتمتعوا بهذه البنة بمكونات قليلة، غير زوج بيضات. هيا تبعوا الوصفة حتى الاخر. السلام عليكم غالياتي، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وراكم صحتكم وراكم لاباس. نبدا ديريكتوم في الوصفة باش ما تفوتنيش. درت هنا كاس ونص تاع لا شونتيي مع كاس الى ربع تاع حليب يكون بارد. نطلعوا مليح لا شونتيي تاعنا كيما راكم تشوفوا، بعد لها نكيها باش حبيتي بالكراميل، حبيتي بكريم ديسير تاع الشوكولا ولا واش حبيتي. انا درت هنا كريم ديسير كيما راكم تشوفوا، ودرت معاها شوكولاته الطلي. ديري انتي واش راكي حابه، المهم الحلوه تاعك نكهيها. شتينا كنروحوا نشريو نلقاو انواع ما شاء الله واشكال ما شاء الله، بصح تلقايهم طعمهم كامل نفس الطعم، يعني ما تحسيش هكا كاين اختلاف في الاطعمه. على هذه حاولي نتيا كي ديري حاجه في الدار اعطي لها النكهات اللي تحبيهم. حبيتي فراز، حبيتي شوكولا، حبيتي تي واش راكي حابه. طلعي لا شونتي تاعك مليح تحصلي على هذا القوام. اذا حبيتيها تجي غامقه اكثر زيدي لها شويه تاع كاكاو. بعدها جبت هنا اي شوكولا عندك، درت لها انا حوالي نص فنجان تاع حليب وشويه تاع زبده وذوبتها وحطيتها بجهه نحتاجها من بعد. هنا درت بياض البيض، ديري زوج بياض البيض. انا البيض تاعي الصغير درت هنا 3، تديري زوج يكونوا كبار. طلعي مليح هذاك بياض البيض مع السكر. نروحوا هنا لهذاك صفار البيض نضيفوا له نص الكاس تاع السكر اللي بقى، ونضيفوا له هذاك الزيت بالتدريج كما راكم تشوفوا. نخلطوا مليح مليح هذو المكونات مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. يعني هنا خلطي مليح ونضيفوا لها كاس حليب يكون دافي كيما راكم تشوفوا. نخلطوا هذاك الحليب الدافي يكون هكا. ما عندكش الحليب تقدري ديري حتى كاس تاع ماء. ونضيفوا الفرينه هنا، نضيفوا زوج كيسان تاع فرينه. وما ننساوش هنا ضيفي لها اي عطر عندك. انا درت هنا عطر تاع الفراوله، يعني منكه وفي نفس الوقت عنده لون وما كثرتش بزاف. جاني اللون تاعها كيما لون الكروفات، جات في اللون كروفات، جات ما شاء الله جات هايله. وما تنساوليش زوج اكياس تاع خميره الحلوى. ونخلطوا كلش مع بعض. واش نقول لكم، بعد ما تخلط راح تكون هايله 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 هكذا كما كنت تشوفوا. وهنا هذا البياض البيض اللي طلعته معكم مع نص كاس تاع السكر. هنا شوفوا الخليط تاعنا، راهي الفرينه راهي تتخلط هنا مع هذاك لاغوم اللي درتو عطر الفراوله. وشوفوا اللون تاعها كيفاه جا، ما جاتش في الغوص، جات في الكروفات، جات هايله. في هذه المرحله خلاص نحبسوا حنايا الخلط تاعنا ونبداو نديرو باليد. وندخلو هذاك بيض البيض اللي درناه مع السكر وندخلوه في هذه الخليط تاعنا الثاني كيما هكذا. وشوفوا لي هذاك اللون كيفاه جات ما شاء الله، جات هايله. يعني بلا ما تروحي تشري ولا غير في الدار، غير بزوج بيضات وانتي درتي احلى تورته. واش نقول لكم، شوفوا العجينه كيفاه جات خفيفه، تحسيها كانها ميرانغ. يعني كي تكوني تخلطي فيها وتكوني ديري فيها تجي اروع ما يكون. هيا نوضي جربيها وقولي لي كيفاه جاتك. يعني روعه يا البنات. شوفوا هنا العجينه كيفاه، على بالكم بلي شكلها هايل هايل وجات هكا مهويه وما تخيليش شحال خفيفه. انا حبيت يجيوني كامل نفس الشكل. جبت هنايا صحون تكون متساويه وقسمت هذاك الخليط تاعي. تحبي تقسميه على 3، تحبي تقسميه على 2، تحبي تقسميها على 4. انت واش عندك. انا عندي هذا المول تاعي الصغير، درت له ورق الزبده وبديت نطيب بالوحده. يعني مش راح يدي منك الوقت نهائيا، غير مده تاع 10 دقائق طيب لك ليه. شوفوا هنا طابت لي الاولى وزاد طابت لي الثانيه وطابت لي الثالثه. يعني هنا واش نقول لك، يعني ثم طيب لك وتجي خفيفه خفيفه ريشه. هنا جبت السيرو، درت هنايا طيبت شويه سكر وشويه تاع سكر وماء، تقريبا كاس سكر نص كاس تاع ماء، خليتهم حتى نغلاو. درت لهم شويه تاع ليمون ولا ديري اي عطر حبيتيه ولا انتي واش راكي حابه. وبديت نشرب فيها مليح مليح. تحبي تشربيها بالحليب لك الاختيار. انا جربتها هنايا مليح كما كنت تشوفوا. يعني جات يعني خير من اللي تباع. هنا جبت لا شانتيي تاعي ورايحه هنا ندير طبقات، نعمر هنا الطبقات تاعي. درت الطبقه الاولى، نحاول ما نديرش ما نشحش كيما نقولوا، نديرهم هكا يكونوا ملاح. نشوفوا العجينه بعينيكم شحال راهي خفيفه، لازم تسيسيها الماكسيموم، خفيفه ومهويه ما عندي ما نقول لك. نزيد ثاني نشربها ونزيد ثاني ندير طبقه من لا شانتيي.
هذه الطبقة الأخيرة شوفوا هنا ثاني كيفاه. وبديت هنا ندير، مهم ديري على حساب واش عندك إمكانيات غلفيها، مهم ديريها بالشكل اللي يناسبك وعلى حساب واش تعرفي ديري. انا درت هنا غطيت الحواشي كامل وبديت راح نغطي السطح. لا شونتيي ما كانتنيش كافيه بزاف باش نقدر نديكوري كيما حبيت من فوق. هنا جبت، هنا كانت عندي كميه تاع اللوز درتها كيما هكذا، ومن بعد درت لها هنا وريدات واش قعد لي من لا شونتيي. هذيك الشوكولا درتها في مقدمه الفيديو، فرغتها هكا من فوق وجاتني بهذا الشكل الهايل بزاف. يعني وصفه تستاهل انكم تجربوها. واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي هذوك اللايكات وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وهنا نوضي جربيها لك شي عيد ميلاد اللي عزيز عليك تقدري ديريها وانتيا يعني واش نقول لك، يعني راح تحمري وجهك تاع الصح وتجي اروع ما يكون، وتجي خفيفه وهشيشه. ما عندي ما نقول لك، انا هنا راني نقسم فيها ما خليتهاش تبرد مليح. راكم تشوفوا يا البنات لازم تخليوها تبرد مليح وتقسموها. هذه هي الوصفه تاعي اللي اخترتها لكم نهار اليوم. ان شاء الله تجربوها وتقولي رايكم كيفاه جاتكم وواش هي طيبه. والى اللقاء.